هاي بالكل، وكيفكم؟ معاكم فاطمة. فيديو اليوم وصلني طرد من صاحبتي كاملة وحبيت اني افتحه معاكم. صراحة هذه الفترة عماله بصلني كثير طرود واشياء شريهة، وبحس كذا لما اشتري شي او اتفق مع حدا بدل معي اشي كله بيجي بنفس الفترة، وكنت صراحة محتارة إذا أعرضهم كلهم بفيديو واحد أو بأكثر من فيديو، لكن أختي حكت لي أعرضهم بأكثر من فيديو، فقررت أخذ من رأيها وراح أعرض الأغراض اللي وصلوني بأكثر من فيديو. حبيت أول فيديو أعرضه لكم الطرد الكيوت واللطيف اللي وصلني من صاحبتي كاملة، وبنهاية الفيديو راح نسوي جورنال بالأغراض اللي وصلوني منها، فخليكم متابعين معنا. بالنسبة لهذا المغلف كنت مبدل معها فوتوكارد، فهذا هو الفوتوكارد اللي وصلني منها صراحة. أهم شي بعتيتلي سناك، كثير بعتيتلي سناك وزواكي. احنا بنحكي عنهم فلسطين زواكي، انت شو بتحكوا عنهم بدولتكم؟ في ناس بيحكوا لهم سناك، لكن احنا فلسطين يعني شخصيا بنحكي لهم زواكي. هون حطيت لي مصاري لانها كانت تمصي كم شغلة من متجري. وصحيح ما بعرف إذا لاحظتوا أو لا، غيرت اسم قناتي على اليوتيوب وخليت اسمها فطوم جورنال. صراحة حابة يكون في اسم مميز للقناة، بحيث إنه إذا انشهرت أو إشي أكون هيك ثابتة باسم واحد، فقررت إنه خلاص رح غيره وخليه فطوم جورنال. فبتمنى ما تضيعوا اسم قناتي. طبعا حتلاحظوا انه في كم شغلة جايبيت لي اياها من ماكس، وكمان جبت لي شوية اشياء من شي ان، بما انه انا ما بوصي من شي ان. صراحة ما قصرت، عن جد عن جد افضل هدية بتصلني بالحياة، والاغراض مرة كيوت ومرة لطيفة، وكثير استمتعت وانا بفتح فيهم. حتى يعني لما سويت جورنال كثير استمتعت وانا بسوي جورنال. بالنسبة للأيام الجاية كيف رح أنشر؟ على الأغلب إنه المشتريات حنشرها بفترات متقاطعة، يعني أنشر فيديو عادي بعدين أنشر فيديو مشتريات، لأنه صراحة ححس رح تحسوا بشوية ملل إذا كل الفيديوهات رح تكون مشتريات ورا بعض. فعم بفكر إنه أنشر فيديو عادي بعدين أنشر فيديو مشتريات بعدين فيديو عادي، أشياء زي هيك عشان ما تحسوا كثير بالملل. وكمان سؤال حابة أسألكم إياه، أنتم من الأشخاص يلي بتحبوا الفيديوهات الطويلة أو القصيرة؟ بما أنه الفترة الأخيرة كانت فيديوهات شوي طويلة. وكمان بتحبوا الفيديوهات الصامتة وتكون أسمر، أو ولا بتحبوا تكون فيديوهات فيها كلام وحكي زي هذا الفيديو؟ احكولي بالتعليقات كيف تحبوا الفيديو عشان أعرف الفيديوهات القادمة كيف أخلي مدتها وشو أحكي فيها، لأنه صراحة ما عنديش ولا ربع سالفة. عن جد ما عندي سوالف ولا أي حكي أحكي فيه، لكن رح أحاول أحكي بأي موضوع عشان ما تحسوا بملل وانتوا بتشوفوه في الفيديو.
بعد ما فتحت الطرد وشفت ايش وصلني، قررت سوي صفحة جورنال هيك على السريع بالأغراض اللي وصلوني. والحين راح أترككم مع صفحة الجورنال يلي راح أسويها. أول شي بدأت أختار الورق يلي راح أستخدمه، وصراحة الورق هدول كانوا كثير كتكوتين وحلوين، فحبيت إني أستخدمهم في التنسيق. كمان الصورة اللي استخدمتها صراحة كنت شوي محتارة أي صورة أستخدم، لكن بالنهاية اخترت صورة جيمين هذه. وطبعا قصيت حواف الصورة من الأسود اللي كان حواليها، واخترت انه هيك بدون إطار. والحين راح أبدأ أسوي التنسيق. بتمنى تحكولي رأيكم بالتنسيق، وهون بنكون وصلنا لنهاية فيديو اليوم.